اقسم بالله ساعتين 3 كهرباء يقطع في اليوم، اقطع لي 12 ساعه في اليوم الكهرباء، مش ساعتين 3 بس. انا فوق العدو مش هيكسرني، مش هيذلني. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفني انزل تحت الفيديو اضغط اشتراك وكمل معانا الفيديو للنهايه، ولو عجبك اضغط لايك وسيب لنا تعليق. سمعنا مع بعض الفنانه نشوى مصطفى او نشوى موسى زي ما انا هسميها دلوقتي، الفنانه نشوى موسى وهي بتتكلم وطنيه. طبعا احنا عارفين ان معظم الفنانين حسهم الوطني اعلى من كل البشر اللي في البلد دي، وبتتكلم الناس اللي بتشتكي من انقطاع الكهرباء ساعتين، لا تتقطع ساعتين 3 4 ان شاء الله 12 ساعه ان شاء الله 24 ساعه، في سبيل ان العدو ما يلويش دراعنا ويفرض رايه علينا. فنان انا عايز افهمك كلمتين، لو هو عدو احنا بنتعامل معاه ايه؟ دي رقم واحد. تاني حاجة، لو الظروف بتقتضي ان احنا نتعامل مع عدو زي ما حضرتك بتقولي، فهو مش محتكر البنزين ولا محتكر المواد الطاقة في العالم كله، في بدايل. الرئيس بتاعنا قال الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش، الحاجة اللي تلوي دراعنا بيها احنا مش عايزينها. وحضرتك وتقدري تسألي اي بني ادم على وجه الارض، حتى لو سواق توك توك في الشارع هيقول لك لو البنزين في المكان ده او مواد الوقود او مواد الطاقه زي ما انت بتقولي بالظبط هيلوي دراعنا بيها، ممكن نشتري من مصادر تانية مختلفه خالص. تاني حاجه انا عايز اوصلها لحضرتك، ايام الحرب في 67 وفي 73 معظم الفنانات والممثلين مصريين كتير سافروا البلد لان ما كانش لهم سبوبه وما كانش لهم اكل عيش، وطلعوا بره البلد ومثلوا افلام فيها الحاجه اللي تعدي، وفيها افلام ما ينفعش اساسا نتكلم عنها خالص. فالمزايده والوطنيه والمتاجره بالوطن والوطنيه مفيش داعي ليها بصراحه. انت في الفيديو دوت او في المقطع اللي انا شفته ده غلبتي احمد موسى بمراحل. تاني حاجه، انت بتقولي ان الكهرباء تقطع ساعتين 4 أو 6 ساعات او 12 ساعه. انت بتتكلمي في ايه يا استاذه يا فنانه؟ حضرتك في ناس بسيطه، في ناس عندها محلات اكل عيشها كله مرتبط بالكهرباء، لو الكهرباء قطعت الوقت دوت هيتخرب بيتها. تمام؟ سوبر ماركت، حاجات كتير، منتجات كتيره ممكن تخسر وممكن تبوظ بسبب انقطاع الكهرباء، لكن احنا بنقوله مستحملين وماشي علشان البلد تمشي وعلشان البلد، بس مش لدرجه اللي انت بتقوليه ده بيستفز الناس اكتر. لما تطلعي تقولي لهم ان شاء الله الكهرباء تقطع 24 ساعه عشان تبقى امن في بيتك وما يدخلش عدو يغتصب بنتك او يغتصب مراتك، يا شيخ انت بتهزري وانت بتتكلمي في ايه؟ بقى لو تنقطع الكهرباء 24 ساعه حد يبقى عايش في امان؟ ده هتلاقي اللي يغتصب بنتك ويغتصبك ويغتصب امك ويغتصب اللي خلفوا امك. فبلاش الكلام ده، بلاش المزايده، بلاش الحاجات اللي تستفز مشاعر الناس. جيشنا جيش قوي، مصر جيشها قوي وشعبها قوي، في اكتر من 100 مليون مصري مستعدين يموتوا عشان خاطر بلدهم، عشان خاطر دينهم، وعشان خاطر اخواتهم فلسطين. فبلاش المزايده وبلاش الكلام الاوفر قوي. السلام عليكم. تقطع 24 ساعه بس تبقى في بيتك متامن، مفيش عدو بره واقف ممكن يدخل يغتصب بنتك ولا مراتك ولا امك. الحمد لله الحمد لله.